بسم الله، كل سنة وانتم طيبين. طبعا رمضان يعني كنافة وقطايف. النهاردة هنعمل القطايف بتاعتنا جميلة اهي معانا ما شاء الله. عايزة اقولك بصي كوبايتين دي رموا معانا كمية كبيرة جدا، وتحشيها اي حشو انت عايزاه. عندك مثلا شوية جوز الهند، زبيب، عندك سوداني، ومعاهم ايه بتبقى معلقة ايه معلقة سكر ايه كبيرة، وبتقلبيهم مع بعض وبتحشيها وبتبقى جميلة جدا. عايزة اقولك كوبايتين بس رموا معايا كمية كبيرة جدا، وما شاء الله كلها بتتقفل، ومفيش واحده فيهم ممكن تفك حتى معاكي في الزيت لما ايه تعملي. بس المهم انك انت بتتكي عليها ايه كويس. تعالي بقى نشوف مقاديرنا سهله وبسيطه، ومش محتاجه اي حاجه، موجوده في كل بيت. قبل ما نبدا نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. دلوقتي معانا كوبايتين ايه ميه، وعليهم كوبايتين دقيق. بصي كل كوبايه ميه قدامها كوبايه دقيق على طول. بصي ميه من الحنفيه. تمام، احنا حطينا كوبايتين الميه. دلوقتي نحط معانا بقى ادي كوبايتين دقيق، ادي كوبايه وادي الكوبايه التانيه. عايزه اقول لك انا القطايف دي يعني عملت معايا مشكله كبيره. كل ما بشتريها ما بتبقاش ايه حلوه وما بتعجبنيش خالص. وهنحط معلقه سكر كبيره. تمام، وعندك كيس خميره كمان فوريه، وتحطي ذره ملح، وايه معلقه كبيره من من البيكنج باودر. البيكنج باودر عادي مش الكيك شيف. تمام، دي هتنفش معاك وهتخليها جميله جدا ما شاء الله، وطريه، وتبقى ايه حلوه، هتبقى مقرمشه من بره وطريه من جوه. خلاص، مقاديرنا لغايه دلوقتي سهله ما فيهاش اي حاجه. اقول لك بقى على حاجه لازم تحطيها، دي هتفرق معاكي في المقدار كله وفي الوصفه كلها. معلقه ونص كبيره من من النشا. عارفه، عايزه اقول لك ان عملت نفس المقادير بالظبط وما حطيتش النشا، ما عجبتنيش خالص. هنمسك بقى كل الكميه، كل المقادير بتاعتنا ديت سهله، هي ما فيهاش اي حاجه، وهنروح ضربينها كلها في الخلاط لغايه ما يبين لها صاحب. خلاص، وتختلط ايه كلها مع بعض. شايفين القوام؟ ولا هو سهل قوي ولا هو خفيف قوي، ولا تقيل قوي ولا خفيف قوي. بصوا ما شاء الله. بص انا هعمل في الخلاط حاجه ايه تبقى هو كده كده ليه بوز. بص يا جماعه، احنا مش هنحط في شفشق تاني، احنا صحتنا مش لاقينا في الشارع. تمام، ادي اهو بالخلاط، وهنشتغل هنشتغل بيه. بس اهم حاجه احنا بنغطيها بعد ما بنضربها، بنروح سايبينها كده، نروح مغطيينها، وتغطيها بحاجه كويسه في مكان كده اهوت، وتسيبيها ايه لغايه ما ترتاح شويه. دلوقتي بقى معانا طاسه حلوه دافيه كده على النار، ما فيهاش اي حاجه. خلاص، بس انت بتمسحيها في الاول بس بمسحه بالمنديل كده اهو، بمسحه زيت، نقطه زيت. خلاص، هنروح نازلين عليها بقى بحوالي معلقتين معلقتين كبار من من المقدار اللي معانا دوت. شايفين الفقاقيع ديت؟ انا من صغري بحب اقعد اتفرج عليها الصراحه يعني. المهم، ادي اهو شايفين هي بدات انها تستوي، هي شبه استوت معانا اساسا. شايفين ما شاء الله ما فيهاش اي حاجه. وافتكر مقاديرنا هي ما فيها مش محتاجه مش محتاجه حاجه. خلاص، بيبوظ الخلاط والدقيق. احنا هنكتر مواعين. طبعا على شايفين ما شاء الله كوبايتين من الدقيق عملوا معايا كميه قد ايه، وشايفين طريقه وحلوه جميله ازاي. اللهم بارك. شايفين ما شاء الله كميه كبيره جدا، وتقدري تحطيها بقى في كيس بلاستيك وتخرجي، بس اهم حاجه تخرجي منه الهواء، وتروحي شايلاها وقت ما انت تستخدميها. بس الافضل انك انت بتحشيها وتسيبيها وتشيليها محشيه. خلاص، يا دوبك على على القلب. انا هو حتى اهو هعملها معاكم، هنحشي معانا مع بعضينا اهو زي ما قلت لكم. احنا لازم اول ما نطلعها لازم نروح مغطياها كده بفوطه عشان ما ينشفش. كل مقدار ما تطلعيه تروحي شايلاه وتروحي مغطياه عشان ما ينشفش منك. دلوقتي اهو معانا الحشوه بتاعتنا، الحشو اللي يعجبك، جوز الهند ومعلقه السكر الكبيره، وعندك مثلا زبيب وسوداني كده اهو، وبالمعلقه وهنحشي اهي. هنقفلها اهي كويس كده اهو. تفضلي رايحه جايه عليها هي كده اهوت كده مرتين، وتقفليها كويس عشان ما يفكش منك في الزيت. عايزه اقول لكم ما شاء الله طلعت جميله وما باتش منها حاجه. وكمان يعني ما فيش ولا واحده فكت مني في الزيت وانا بقليها. شايفين؟ احشيها بقى بالكميه اللي تعجبك، بالحاجات اللي تعجبك. ممكن كمان بالعجوه، لو انت عندك مثلا عجوه، او تكسري بقى حته صغيره وتحطيها فيها. اللي يعجبك تحطيه اهو. وعايزه اقول لكم اول ما تطلعيها تروحي حطها تخلي الحته اللي هي البيضه دي من فوق لغايه ما تبرد، تروحي قلبها الناحيه التانية قبل ما تطلعي في الطاسه. في نهايه الفيديو اتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش بقى باللايك وكومنت حلو زيكم، وما اشتركش في القناه يشترك فيها. اشوفكم على خير الفيديو اللي جاي. باي باي.